نقطة ثانية هنتكلم عنها برضو، يعني في تقييمنا لل90 يوم تقريبا يعني اللي قضاهم الدكتور مرسي في الحكم، وعايزين نشوف كده بقى الراجل يعني ده عمل ايه داخليا وعمل ايه خارجيا. هنجد ان هو راح اثيوبيا، راح السعودية، جاله امير قطر، طلع على لوكسمبورغ، ولا بعدين زار ايطاليا، وبعدين راح امريكا، وبعدين قبلها راح الصين. يعني حاله يعني عمال يلف. وبعدين احنا عايزين نشوف يعني اللف ده هدفه ايه؟ هل تحسين علاقات مصر الخارجيه، ولا زياده الاقتصاد المصري بان هو يزور هذه البلاد وياخد منها قروض؟ هو نجح في ان هو قطر هتدي له مش عارف 2 مليار يحطوه هنا وديعه، راح تركيا عشان يدوا له مش عارف مليار دولار يحطوه برضه وديعه، طلع في السعوديه عشان تدي له مش عارف فلوس قد ايه، راح امريكا عشان تتنازل عن بعض الديون اللي موجوده، ايطاليا تتنازل عن بعض الديون وعملها. انا يعني ده كل ده انا ممكن اقول ان دي رحله اقتصاديه موفقه لو ما كانش فيها قروض. طيب القروض اللي انا مش هتكلم في انها حرام ولا حلال ولا مصاريف اداريه ولا غير مصاريف اداريه، انا هتكلم هذه القروض كيف سيتم سدادها. واذا عرفنا ان الغاز والبنزين الازمه اللي موجوده لان ما كانش في اعتمادات ماليه علشان يجيبوا الغاز، طب هو رايح يشحت او يستلف عشان نبتدي نعمر داخليا؟ طب هو ما اطلعش على الوضع الحالي في مصر من الامن وغياب الانابيب وغياب انابيب البوتاجاز والسولار والبنزين والازمات الطاحنه اللي كان وعد. انا بقول وعد دي لان اذا وعد اخلف دي مصيبه سوداء هتدخله في او تدخل اي واحد وعد اخلف في مصاف المنافقين. فهو قد وعد ان هو في خلال ال 100 يوم الاولانيه هيكون حل فيها مشكله البنزين ومشكله الغاز. مشكله الغاز دي انا اتذكر ان ايام ما كان في انتخابات الحريه والعداله كانوا قايمين عليها تماما ويجيبوا الانابيب ويوزعوها للناس، طبعا الاقابين الاول والمتابعين ليهم ماشي، بعد كده يشوفوا اذا كان حد تاني. حاليا طبعا الموضوع ده هبط خالص وسقط خالص، وبنسود الغاز اللي زي ما قلنا بنصدره لاسرائيل. انا شايف ان الدكتور مرسي للاسف يعني منتبه لبره اكتر ما هو منتبه لجوه. المفروض ان هو يشوف المكان اللي انا هطلع. يعني مثلا انا لو عايز اجيب فلوس هجيب فلوس عشان اعمل بيها عياده ليا، لان العياده اللي هتسددني، لكن مش هروح اجيب فلوس واستلفها عشان اجيب شقه اقعد فيها او حاجه اصرفها او ازود مرتبات. كل ده مش انتاج. الانتاج الحقيقي لما راح للصين وقال هنحط شرق التفريعه ونعمل منطقه استثماريه، لكن اللي مش هقول ما هوش ذكاء سياسي ان يطلب استثمارات امريكيه في سيناء اللي على حدودها اسرائيل. يعني لو امريكا استثمرت اي حاجه كاننا بنقول لاسرائيل اتفضلي خدي باسم الامريكان المنطقه دي. طبعا انا يعني شايف ان الموضوع في شيء من اللفه شويه. يعني الدكتور مرسي توجهاته حاليا توجهات مش مظبوطه. المفروض ان هو يبص للشعب المصري المطحون اللي هو طلع منه، هو كان في الزقازيق، الشعب المصري اللي هو طلع منه وشايف الخراب اللي عايش في الشعب المصري. الحل للاسف زاد سوء. هو لما طلع بره وجه نظره في اتجاه غير الاتجاه الصائب اللي المفروض يحط عليه، الا اذا كان هو عاوز يقول للناس انا هجيب ال 200 مليار جنيه اللي انا وعدت بيهم استثمارات، وهجيبهم ايه؟ ديون.